السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين. هنعمل صينية مكرونة. نسلق الوقت المكرونة، احنا مسخنين المية اهو. هنسلق المكرونة، حطينا في المية معلقة ملح. والوقت هنعمل الخلطة بتاعة اللحم. معلقتين سمنة بلدي ومعلقتين زيت. احنا مقطعين البصل شرايح، هي طريقة جديدة لتقطيع البصل، بعيد عن القطع الصغيرة. البصل القطع صغيرة. ودي معلقتين توم متفرز اهو. هنسيبهم بقى يتبالوا مع بعض. البصل كده والثوم دبلوا مع بعض. هنحط قرن فلفل حراق، وبعدين حاطين فلفل اخضر. هي مختلفة شوية صينية المكرونة دي. هي المكرونة عامة ما بنبقاش نحط عليها فلفل، بس احنا حبينا نجرب ايه تجربة الفلفل عليها المرة دي. يعني الفلفل والبصل الوقت يجي كيلو على نص كيلو لحمة مفروم. انتوا مستغربين شوية، بس الميزانية لا تسمح بأكتر من كده. احنا حطينا عليهم التوابل الوقتي وقلبنا، ودي معلقتين صلصة متفرزين اهم. هنحطهم عليهم ونقلبهم. ودي هنعمل بقى خلطة البشاميل. معلقتين سمنة بلد على معلقتين زيت. هنحطهم نسيحهم على 5 معالق دقيق. انا بحب اعمل البشاميل، ما بحبش اجيبه جاهز من المحل. هو برضو موجود في المحل، بس انا بحب اعمله ايه بايدي. هندوب بقى الدقيق في السمنة والزيت. هنحط اللبن فاتر، ما هوش لا سخن مغلي ولا بارد، فاتر بس. وهنحط البهارات بقى، لا فلفل وكمون وملح بس. هنقلب بقى عشان ما تعملش كتل. وده اللحمه المفرومه انا مفرزاها، بس انا مشوحاها قبل ما افرزها. هنحط اللحمه المفرومه بقى على خلطه الخضار. اللحمه متشوحه، بعينها متشوحه. على فكرة انا لقيت البشاميل تقيل، زودته بكوباية شرب. هنحط بقى شوية بشاميل في الصينية. هنحط بقى شوية بشاميل على المكرونة عشان نقلبها، عشان تبقى متماسكة مع بعضها. هنحط نص المكرونة في الصينية ونوزعهم. وهنجيب كده كمية اللحمة اللي عندنا بالخضار، وهنحطها. شوف نص كيلو لحمة عامل قد ايه بالخضار، عامل له قيمة حوالي كيلو ونص. هي كده اللحمة والخضار قطع. كمية كبيرة اهي. البصل ما عادش ليه اي اثر دلوقتي، الفلفل بس هو اللي باين. هي مختلفة شوية، بتبقاش حد يحط فيها فلفل عادي، حسب راحتك. الاكل ده اذواق، حسب راحتك. بس هي تجربة الفلفل حلو. هنجيب بقى بقية اللحمة، بقية المكرونة.
هنحط كده كبشتين بشاميل. هنوزع بقية المكرونة بقى. دي كيلو الا ربع مكرونة عشان ما تبقاش ايه عالية اوي، انا ما بحبهاش تبقى عالية. هنوزع بقية البشاميل على المكرونة. هنجيب بقى طبق جبنة ماكس، هنحط عليه جبنة موتزاريلا على جبنة رومي ماكس. وبعد كده هنقوم مدخلينه الفرن بقى. هندخله الفرن دلوقتي. هنجيب معانا محلة عشان نعمل فرخة، هنشوح فرخة. احط معلقة سمنة بلدي، معلقة سمنة بلدي، وننزل بالفرخة مقطعينها. شوف السمنة البلدي لما بتسخن قوي بتعمل ايه. ما تنسوناش اللايك والاشتراك في القناة، وصلوا على النبي في التعليقات، صلوا على النبي في التعليقات، وما تنسوناش باللايك والاشتراك. هنشوح بقى الفرخة. احنا عطينا الفرخة بعزاولها، يعني الرجلين والجناحة والحاجات دي. دي فلفل، ربع قرن فلفل، وليمونة مجففة، وحبهان، وورق لورا، وبصلة، وطماطميتين. هنسيبهم بقى يتشوحوا مع بعض، هي تستوى في عرق. خلاص احنا كده طلعنا الفرخة وحطينا على رغيفين عيشة عشان تنشف من الشوربة اللي فيها. ودي 4 بيضات بلدي، وحطينا عليهم نص كوباية لبن، ونص معلقة فلفل اسود. هو بيض بلدي ما هو زفر ولا حاجة، بس انا بحب احط عليه ايه نص معلقة فلفل اسود. وهنحط الزيت في الطاسة عشان نحمر الفراخ. بتبقى حاجة مختلفة عن ايه اما تحمر الفراخ بزيت بس. دي خلطة فراخ، اللي في الطبق دي خلطة فراخ من عند العطار لتحمير الفراخ. هنحط بقى الفراخ في البيض، هنطلعها بقى ايه نحطها في الخلطة. وهنرجع نحطها في البيض تاني، نحطها بقى في البقسماط تاني في الخلطة بتاعتها، كده تعمل ايه طبقة سميكة على الفراخ. درجة الحرارة بتاعت البوتاجاز ما تبقاش عالية عشان ما تتحرقش، لازم واطية تستوي براحتها وتحمر براحتها عشان اللون بتاعها يبقى فاتح، ما يبقاش لون محروق. ما تنسوناش باللايك والاشتراك.
انا بقطعها الفراخ قطع اقل من كده كمان، عشان تبقى قطع صغيرة تستوى حلو وتتحمر حلو. كده خلاص يا حبايبي خلصت، والمكرونة خلاص طلعناها من الفرن خلصت. ايه رأيكم بقى؟ ما تنسوناش في اللايك والاشتراك. كده هنطلع خرطة في الطبق. ايه رأيكم؟ والفراخ مستوية، الفراخ دي تربية بيتي مربية عندي في البيت. شوف عظمها ابيض اهو مش اسود اهو، نضيف.